السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن نقصان زيت الهيدروليك. شوف زيت الهيدروليك ناقص ازاي، واخد بالك. هنزود زيت الهيدروليك وهنشوف زيت الموتور. تمام كده معايا يا شباب، هنزودهم وهوريكم الطريقة ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ان شاء الله، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. هتفتح الكبوت ده كده يا شباب اهو، هتدوس هتتك على الزرار ده كده لفوق اهو الكبوت ده، الكبوت هيرفع معانا اهو. تابع الفيديو للاخر معلش عشان تستفيد بكل حاجة. النهارده هنزود زيت موتور وهنزود زيت الهيدروليك علشان ناقصين. انا هوريكم كل حاجة دلوقتي، هوريك مقاس زيت الموتور ناقص ازاي. تابع معايا الشرح معلش. لحظة بس الكبوت يرفع معاك اهو. هنروح نقيس زيت الموتور. تمام كده يا شباب، ادي المقاس بتاع زيت الموتور. بسم الله. ده المقاس بتاع زيت الموتور. شايف المقاس يا جماعة؟ ناقص كده شوية. المفروض على كلمة فل بالانجليزي دي كده هيظهر معايا اهو. شايفين؟ بحاول اوضح لكم اهو. على كلمة فل بالانجليزي دي المفروض يبقى هو ناقص كده شوية. احنا هنزود دلوقتي. معلش انا بس بصور الفيديو لوحدي، فمش عارف امسك التليفون كويس واصور بيه اهو. معلش. بعد كده يا شباب، ده الغطاء بتاع العلبة. هتحل الغطاء كده اهو. الاول حل الغطاء زي الصامولة، وبعدين هتطلع معاك العلبة دي بالطريقة دي كده. بعدين هنجيبوا الزيت الموتور، نجيب جزازة الاول. تمام كده يا شباب، هنحط الجزازة كده، او ممكن جمع لو مفيش جمع ممكن تطلع جزازة زي كده. وهتجيب زيت الموتور اهو. زيت الموتور كتر بيلر اهو. هتفتح الغطا كده بالطريقة دي اهو. هنزود كده شوية. انا بصور لوحدي على فكرة يا شباب، ماسك بايدي بصور بالتاني، فمعلش يعني. كده احنا زودنا له حوالي كيلو علشان كان ناقص اهو. هنشيل بتاع دي تاني. حط الغطا كده، وهتلف بالطريقة دي برضو تاني كده اهو. تربط كده اهو زي ما انتوا شايفين. تضغط عليه جامد كده، وبعدين هنرجع الجركن زي ما كان. بعد كده يا شباب خلصنا زيت الموتور، هنخش على زيت الهيدروليك. ادي زيت الهيدروليك اهو. زيت الهيدروليك. اطلع كده فوق عمال. زيت الهيدروليك ناقص اهو. هنزود زيت الهيدروليك. حط كده عمال.
ده الغطا بتاع زيت الهيدروليك اهو شباب. هترفع اللسان كده لفوق، لو ما رفعتش اللسان ده هيلف معاك على الفاضي اهو. تمام كده، فانت لازم ترفع اللسان كده لفوق وتلف. افتح كده عم علي جام، لف كده، لف 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 الغطا كله. امسك لك كده انت عمال تسوي، امسك كده عمال اهو يا شباب. ودي كده يا عم علي، معلش شوية معلش. اتفضل. اتفضل. اهو الشباب المفروض يجي على العلامة دي هنا كده اهو كده اهو. بيزيد معانا اهو. ده زيت الهيدروليك. فضي شوية تاني يا عم علي، فضي. شايفين يا شباب بيزيد معانا. اهو بس خلاص يا عم علي، خلاص. نرجع الغطا تاني، ننزل الغطا كده وارفع، ارفع السن لفوق. ايوه ارفع السن كده لفوق عشان يربط معاه. اربط جامد. كده احنا زودنا زيت الهيدروليك. هنشوف كمان الزيت بتاع الفتيس اهو. ده زيت الفتيس، المفروض على العلامة دي كده يا شباب هنا يبقى كده مظبوط. ده زيت الفتيس مظبوط. الحمد لله، مش محتاج يتزود ولا حاجة. ده زيت الفتيس تمام كده. هوريكم بس حاجة معلش، احنا نسينا نربط الغطا بتاع مقاس الزيت. هنربط الغطا بتاع المقاس بتاع الزيت، شايفين اهو. لازم تربط الغطا كويس. امسك كده يا عم علي اهو. هتلف المقاس كده كويس اهو، وتربط عليه كده بالشكل ده. شايفين كده يا شباب اهو. ربط كويس، ربط المقاس كويس، ودي ربطنا عليها برضو كويس اهو. تمام. احنا شفنا دلوقتي تزويد زيت الموتور، تزويد زيت الهيدروليك، وشفنا زيت الفتيس. هننزل الكبوت زي ما كان اهو. هنضغط على الزرار ده لتحت كده هينزل معانا، والمية بتاعته طبعا مظبوطة. ده كانت طريقة الصبح قبل ما انت تشتغل، لازم تشيك على الحاجات دي، لازم تشيك على الحاجات دي اهو. نزلنا كده الزرار اهو، دوسنا على الزرار عشان ينزل معانا الكبوت اهو. الكبوت بينزل. بعد كده هتشغل اللودر علشان لازم يسخن معاك شوية قبل ما تطلع بيه. لازم تشوف الزود دي الصبح قبل ما انت تطلع باللودر يا شباب اهو. بس تقفل كده اهو، وبعدين هتيجي تفتح من هنا اهو اهو. بسم الله. هتيجي تشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اشتغل معايا اللودر اهو.
ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا شباب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.